كانش ليها اي 60 لازمه اخر 16 دقيقه من الماتش، والضغط الاسكتلندي على المنتخب المغربي اللي وقع قلبنا ملهاش اي 30 لازمه خالص يا جماعه. ولكن المنتخب المغربي يفوز على منتخب اسكتلندا 1-0 قدام اسماعيل صايبري، واول فوز للمغرب واول فوز للعرب في 2026 امريكا. فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين يا جماعه؟ ربكم خير وسعاده محسن من المفروض من كام المنتخب المغربي يكسب ويضيع فوره ويفلت من تعادل، وعمل كل حاجه في الماتش. المنتخب المغربي الشوط الاول يلقن درسا للمنتخب الاسكتلندي في كل حاجه، الشوط الثاني حاجه والشوط الاولاني كان حاجه تانية خالص. ولكن وصل لك الفيديو تعملوا لايك شير سبسكرايب وزر الجرس. يلا نبدا ونتكلم. المنتخب المغربي يبدع في الشوط الاولاني، المنتخب المغربي ينافس ويقاتل بدنيا وفنيا المنتخب الاسكتلندي، لان المنتخب الاسكتلندي او الدوله اللي هي زي اي حاجه فيها اسكتلندا فنلندا اي حاجه فيها ايرلندا الكلام ده كله ما عرفش يلعبوا كوره. هم بيلعبوا حاجتين، الاوفرات والبدني. المنتخب المغربي بقياده محمد الوهبي ليه كلمه معايا الصراحه، يعني في الشوط الثاني بالذات، تاني ماتش عايزين نعقب عليه يعني. بس بدا الشوط الاولاني بالضغط العالي، وقد كان في الدقيقه 1 و11 ثانيه او 21 او 71 ثانيه اسماعيل صايبري يجيب الجون الاولاني بسم الله الرحمن الرحيم من اسيست ابراهيم دياز للثاني مره على التوالي في ماتش البرازيل الاول. اسيست ابراهيم دياز لاسماعيل صايبري، وبعد كده الماتش النهارده اسماعيل صايبري من اسيست برضه ابراهيم دياز يحرز الجون الاولاني وحطها حلوه قوي، حطها بوش رجله مرزبه في المقص الاخير يا ريس وركنت والجون الاولاني، ويصبح من اسرع اهداف للعرب في كاس العالم بعد حكيم زياش والضغط العالي من المنتخب المغربي وضياع الفرص من اسماعيل صايبري. اللي انا بقى عايز اتكلم عليه شويه، اسماعيل صايبري في كاس افريقيا انا ما كنتش فاهمه، هل هو بيلعب مهاجم؟ هل هو بيلعب وينج رايت؟ هل بيلعب وينج ليفت؟ هل بيلعب نص ملعب رايت ميدفيلدر ولا الليفت ميدفيلدر ولا بيلعب ايه؟ وليد الرجراجي كان مخليني ان اسماعيل صايبري ده مش فاهم منه حاجه في الملعب. هل انت لعيب منتج؟ هل انت بتعمل ايه في الماتش؟ هل انت فعلا لعيب جوكر؟ انا ما كنتش فاهم. محمد الوهبي خلاه لاعب 9 صريح او مهاجم صريح، لاعب بايرن ميونخ الجديد وهيعمل ثنائيه مع هاري كين مش طبيعيه. تخيل مثلا اسماعيل صايبري تحتيه هاري كين بيدي اسيستات، فمتخيل يعني حاجه زي سن كده وهاري كين. وكل التوفيق لاسماعيل صايبري في الخطوه اللي جايه باذن الله. فانا النهارده انا شفت توظيف جديد وانتاجيه من اسماعيل صايبري من خلال محمد الوهبي اللي انا كنتش فاهمه في افريقيا، مع انه احرز جولين او جولين على الاقل. يعني انا اتذكر في كاس افريقيا اتفرج عليها، يعني موجوده عندي الحلقات بتاعت كاس افريقيا يعني. فاسماعيل صايبري نقطه تحول مع محمد الوهبي في مستواه في تحركاته في تمركزه، مش لعيب ثابت. مش كل شويه كنت اشوف مع وليد الرجراجي يمين وشمال وفوق وتحت، لا احنا ما بنلعبش ببوصله، احنا ما بنلعبش بوصله بجد. فكان التوظيف بتاعه حلو جدا جدا، تحركاته 10 على 10 زي يا جماعه المهاجم بجد، يعني بيحس بالاسيست وهو جاي له، كسر خطوط التسلل ازاي. شوف التشباه اللي عملها ابراهيم دياز، لا جول حلوه قوي وهي جابها بتاعت حكيمي وابراهيم دياز مع اسماعيل صايبري. الثلاثيه دي هتعمل خطوره للمنتخب المغرب في كاس العالم، لو ان شاء الله يعني يوصلوا لابعد حدود. وانا شايف ان في سلبيات ممكن تتعالج يعني. بس في نقطه لمحمد الوهبي بامانه الله لازم اتكلم فيها، لان دي ضايقتني جدا يعني بامانه. حتى بص كسبانين وفرحانين والمنتخب المغربي ليه حق طبعا، ومش هنعيد نفس الكلام بتاع ماتش البرازيل اللي انا يعني غيران غير صحيه عشان منتخب مصر يعني ان شاء الله يفوز هو كمان وكل المنتخبات العربيه باذن الله. بس الجون الاولاني جه من هنا، انا قلت في فوره، في فوره بجد بقى، في حوالي 3 4 مرتاحين اسكتلندا على الله ان شاء الله، مع ان ماك جين بقى وماكتوميناي وروبرتسون الله يرحمه، روبرتسون في 2019 كنت يعني فحل، كنت بسم الله ما شاء الله يعني. بس مستواه مش موجود. ادمز فورجسون يعني لعيبه جامده، اللعيبه المفروض تبقى جامده، لعيبه كوره برضو على الاقل يعني المفروض. بس انا بقول لك اسكتلندا او الدول اللي هي الاسكندنافيين دول والعالم دي، العالم دي يا باشا بتوع ايه؟ بتوع لبس ده بقى جيب تمام، ويشربوا من الموبقات تمام، وكور العاليه والبدني. الشوط الاولاني اكتساح مغربي واضح جدا، حتى في كمان ايه في البدني بتاعهم في التدخلات. ابو عدي
ايوب اي حاجه، ايوب قلبي، ايوب سيرجيو بوسكيتس بوعدي، ايوب سيرجيو بوعدي بوسكيتس، اتكلم غني. والعنواني مان اوف ذا ماتش بالنسبه لي مع شادي رياض، بالذات في الشوط الثاني. الشوط الاولاني اكتساح تام يا جماعه للمنتخب المغربي، ماسك كرة وضيع كور، ضيع يا باشا جوان. بس كنت قلقان الصراحه، يعني اسماعيل سايباري يضيع برضه في برضه في نفس الماتش بتاع البرازيل، يعني كوبي بيست تضييع الفرص. بس هو كان اسماعيل سايبري ضغط حلو جدا من جبهه، وبيلعبوا على جبهه اشرف حكيمي حلوه وابراهيم دياز مقفلين كويس، والماتش حلو. اسماعيل ديوب طبعا ده انا حاسس على اعتقادي الشخصي ان هو هيعمل كارثه في ماتش. اسماعيل ديوب لا واقفه مع اسماعيل ديوب، في واقفه معاه يا جماعه. لا 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 لا، السيرد باك هو مجملا مش سيء برضه، بس لا في كوارث. شاطر رياض ارسى منه من وجهه نظري الصغيره اللي قد كده. اسماعيل ديوب هيسوح المغرب في ماتش مهم، وانا بقول لك اهو، لان لبس انذار ملوش اي 30 لازمه خالص يعني، ملوش اي 30 لازمه، كان ممكن تكلف على فكره بطرد يعني. بس ربنا سترها، الشوط الاولاني يخلص 1-0، اكتساح تام في الكور، في الفني، في التكتيكات، في التمركز. ايوب الكعب والعنواني عاملين نص ملعب جبار، جبار بسم الله ما شاء الله. مزراوي ما حدش بيعدي منه. اشرف حكيمي طبعا ليه كلام معايا، اشرف حكيمي طبعا بيمر يعني بحاله مش كويسه، قضيه يعني يا رب تكون مش يعني مش صح يعني. وكان كاتب على اكس يعني حاجات بمعنى كلام يعني، عشان هو لاعب مشهور في القضيه طبعا، يعني تبقى يعني عليها سبوت عالي جدا. يعني اتمنى ان يعني كمان الفوز ده كان محتاجه طبعا الشعب المغربي واللعيبه، كان اكتر واحد محتاج الفوز ده كان اشرف حكيمي من وجهه نظري، انه بيمر يعني بظرف. قرينا طبعا الصبح يعني التويته او على اكس يعني القضيه اللي عليه يعني. فربنا يعني ان شاء الله يعني يكون يعني ما يكونش في حاجه حصلت ان شاء الله يعني، يكون كلها كلام يعني صحافه بقى وقواضي والكلام ده يعني، كلام ملوش اي تأثير لازمه ان شاء الله يعني. انا اشرف حكيمي الصراحه يعني من نوعيه اللعيبه يعني مش كده يعني، بامانه يعني. ان القضيه مش عايز اقول اسمها الصراحه، لان يعني انا الحاجات دي بتخليني يعني مش يعني بتشعرني من جوه يعني. فاتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون هو على حق يعني، ويكون الكلام ده يعني غلط، لان انا بقولك اشرف حكيمي مش من اللعيبه اللي هي تبقى يعني تبقى بالمنظر ده يعني. ده وجهه نظري انه بيبان على البني ادم يعني. فان شاء الله تبقى حاجه في شنك يعني، والموضوع ان شاء الله يتحل. ولكن هو كان محتاج الفوز ده قوي النهارده، كان محتاج جدا معنويا ونفسيا، واسرته وكمان المغرب طبعا يدعموا مشجعين يعني. فالموضوع كان نفسيا مش حلو على اشرف حكيمي النهارده، ولكن الفوز ان شاء الله ينسيه يعني، ويعني ان شاء الله يعدي على خير. الثاني انا شفت ماتش البرازيل بس قدام اسكتلندا، تراجع تام في الشوط الثاني، تراجع تام فنيا وبدنيا، وتحس ان لعيبه المغرب او محمد الوهبي يعني ايه. انا بقى النقطه دي السلبيه، انت ليه انا ما فيش طبعا، انا عارف طبعا ان ما فيش يعني منتخب او فرقه بتلعب 90 دقيقه بنفس الريتم، بس مش بالوقوع ده. وما ينفعش اللي انت بتلعب في كاس عالم، في محفل يعني عالمي ومونديالي زي كده، وهتقابل منتخبات هتخلص من ربع فرصه، انت ما تخلصش، لان انت ضيعت الشوط الاولاني. الشوط الثاني انت سطرها معاك، سطرت معاك. اسمع مني بقى كمشجع مغربي ما تزعلش مني، سطرت معاك في الشوط الثاني وبالذات اخر ربع ساعه. شادي رياض شايل بلاوي، شايل بلاوي، ويعني والعنواني شايل كورتين بجد بجد على التايمنج بسم الله ما شاء الله. وايوب معدي اللي فاهم عمل كوره بجد والله. اشرف حكيمي طلعت منه الكوره طبعا بزجاجه يعني، مش يعني اعتبر بزجاجه الصراحه يعني، مش اشرف حكيمي يعمل كده. فيرجسون ياخدها، بوعدي اداله واحده بجد يعني ايد بايد بقى، والذكر اللي يستحمل وقع على وشه. وعدي حته بسم الله ما شاء الله، ظاهره قادمه ربنا يحفظه يا رب. اتمنى اشوفه في برشلونه، اتمنى اشوفه في برشلونه. انا عارف ان انا خرجت في حاجه تانية او اتكلمت في حاجه تانية، بس يا رب اشوفه في برشلونه ابو عدي بجد بسم الله ما شاء الله، على التايمنج وعلى الباص وعلى ازاي يعمل اسكان ازاي. بوسكيتس في عزه يعني. طب ايام انا يعني ايام ما انا ما كرهتوش بعد 2005، انا كرهت طبعا 2000 بعد 2015 بالنسبه لي بوسكيتس يعني. وبالنسبه لي في عندي ناس احسن منه يعني، بس انا بوسكيتس انا في نسخه كده ابجريد اشوفه في برشلونه بجد، هو بقى وحمزه عبد الكريم ان شاء الله كده. فبرشلونه ان شاء الله ايه كده تجيبه يعني. احنا يعني كبرشلونه لمسيه بتعرف تجيب اللعيبه اللي هي لعيبه الكوره دي. النسخه دي احنا برشلونه محتاجها بامانه الله. اتمنى اشوفه في برشلونه واياب وعدي. فبجد يا جماعه ده تدخل زمالك كتاب ناشف يعني، تحس ان انت بعدي كده تشوفه هو لعيب ايه كيوت وبتاع، ولا كيوت ولا حاجه، هو وش كيوت في الملعب، وحش بيست مستر بيست يعني.
فبسم الله ما شاء الله ربنا يحفظه يا رب. ولكن العنوان بالنسبه لي هو وشادي رياض هما من نجوم اللقاء. الشوط الثاني تراجع ملوش اي مبرر خالص من كابتن وهبي. يعني ليه بقى انت مثلا؟ يعني انا مش فاهم ليه كنت ممكن تجيب الثاني والثالث والجول الاخير والكره الاخيره في اخر الدقايق دي يا جماعه، كانت ممكن تخلص الماتش. ممكن تخلص الماتش في الدقيقه حاجه و90. والكره بتاعت اسماعيل سايبر اللي جت في العارضه تمام ماشي، بس انهيار، انا بحس ان في انهيار تام حصل بدني. قلنا ماتش البرازيل تمام يا عم وماشي اوكي، انت بتلعب البرازيل وبتاع رافينيا فينيسيوس تمام اوكي سرعات. انما انت الشوط الاولاني اديتني مؤشر ان انت تاكل اسكتلندا 5-6 بجد والله انا شايفها كده، يعني سكور تاريخي فوره. الشوط الثاني تراجع غير مبرر خالص من وهبي. ما هو مش هينفع تمشي معاك كده. لا سطرت معاك مكتومانيه كان ممكن بكوره او كورتين يخلص الماتش بتعادل بقى وتخش بقى في حسابات وليله. طب ليه؟ معالجه الشوط الثاني مع الوهبي حتى واللعيبه حسيت ان هي بدنيا بتقع، بس يا جماعه مش بتقع بعد 45 دقيقه يعني. انا اسف يعني، انت لعيبه المغرب شوف عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله. ده كل واحد فيهم فرقه يعني. فازاي ان هم الشوط الثاني البدني بتاعهم بيقع غريب جدا. ودي لازم يتداركها الكابتن محمد الوهبي، او يعني الدماغ يعني هايتي هتلاعبها تمام. كنت صعدت دلوقتي الحمد لله رب العالمين اوكي، انما انت بقى المستوى اللي جاي انت كل دقيقه بحساب، كل ثانيه هتفكر فيها وهتعمل ايه. ما بقاش الشوط الاولاني انا مطلع يعني انا جبت بنزين فاهم، او يعني فولت انا اسف العربيه وجبت على 270 او 280، الاقي الشوط الثاني فاهم بمشي زي السلحفه بمشي على 10 و20. ما مش هينفع. ان هي سطرت فعلا، انا شايف انها سطرت فعلا مع المغرب. دعوات الصراحه، دعوات. لان الشوط الثاني انا كمان مزراوي يا جماعه اتلعب عليه من اتنين مكتوموناي والباك رايت بتاعهم. الكره اللي اترفعت وعيني شفت مزراوي لوحده اتنين نطوا فوقيه. وغير كده كمان مجين بيلعب عليه وهنا مكتوموناي بيلعب عليه، فهم بيلعبوا على الجبهه الشمال على عكس الجبهه اليمين بتاعت حكيمي. ان هو مقفل يعني حكيمي مقفل الدنيا كلها، وبعد دي بيلعب معاه فاهم. العنواني بيسد شويه معاه، بس انت عايز برضو حد زي بلال برضو كان يقفل معاه. انا ما شفتش حد بيساعد مزراوي في الشوط الثاني بالذات في اخر ربع ساعه. كان بيلعب لوحده يا جماعه. شادي رياض كان بيقفل وراه بجد. شادي رياض مان اوف ذا ماتش بالنسبه لي هو العنواني. اه ايوه يعني اللعيبه كانت كويسه طبعا سايبري والناس دي اوكي، بس انا شايف ان الاثنين اللي يستحقوا الاشاده العنواني وشادي رياض في الشوط الثاني. احنا سمعنا ياسين بونو كتير. مش هينفع في الادوار القادمه الاقي ان المغرب بالمستوى ده في الشوط الاولاني تديني انطباع ان انت تفشخ اي حد وتكسب اي حد وتلب اي حد. الاقي الشوط الثاني انهيار تام بدنيا وفنيا وتضييع الفرص. مش هينفع في الادوار القادمه. مش انا اللي هقول لوهبي، لا انا هقول للعيبه فاهم، هقول والمشجع المغربي يا جماعه مش هينفع تضيعوا الفرص دي. لان انت هترجع بعد كده قدر الله لو حصل حاجه هتقول لي انا قلت. اتمنى تدرجوا الاخطاء دي بالذات في الشوط الثاني. ما لاقيش الشوط الاول حماده والشوط الثاني حماده تاني. فالتغييرات طبعا اتاخرت في الشوط الثاني في الدقيقه 83 بتعمل ثلاث تغييرات. ليه بتعمل ثلاث تغييرات؟ اللعيبه واضح ان هي مش قادره وناحي مش قادر. ابراهيم دياز اوكي انت عارف ان هو بيطلع بعد الدقيقه 75 بيشطب. اسماعيل سايبري برضو خلاص جاب جاز. بلال جاب جاز تمام. اللعيبه مش قادره بدنيا ماشي اوكي، ما تجيش في الدقيقه 83 تمام. احنا ما بنلعبش فوتبول. ما احنا مش هي ال 11 هم ال 11 ومش هنغير. سفيان رحيم نازل متاخر، الطالب نازل متاخر. مش هينفع. وغير كده كمان انت لو كان لبست جون المغرب كان ممكن ما تجيبش جون تاني. وما استغلوش مساحات بتاعت اسكتلندا. لان ما فيش دوله من الدول دي خلي بالك ما بيفتحوش اصلا الا لو انت جبت فيهم جون. ولازم انت اللي تبادر مش هم اللي يبادروك. يعني انت لازم تجيب الجون الاول عشان ما يفتحوا خطوط عشان انت تقدر تلعب معاهم بدنيا. مش هتكسب معاهم بدنيا طول ال 90 دقيقه برضه. بس يعني اخطاء لازم يتداركها الوهبي او كابتن محمد الوهبي. فلازم الماتش هايتي ده يدوس في الشوط الاولاني على الاقل 2 3 وما ضيعوش الفرصه زي ماتش البرازيل. قلنا ماتش البرازيل اوكي معلش انا اسف انا بعيد في نفس الكلام ده لان هترجعوا هتقولوا حسين قال الماتش الاولاني عدى عشان عشان ده البرازيل وكان غلطه من اشرف حكيمي انه ما غلطاش اوكي. انما الشوط الثاني لا مش هينفع. مش هينفع اشوف ماتش البرازيل زي ماتش اسكتلندا زي ماتش هايتي.
ماتش البرازيل عدى وخلاص، اوكي، 1-1 كنت تستحقوا الفوز وكل حاجه. الشوط ده خلي بالك، لو انتوا خسرتوا الشوط الثاني ده كان مستحق، لان كنا تكسب. فاتمنى تدرج الاخطاء من محمد الوهبي. معلش انا بعيد والثاني والثالث ورابع باكد في النقطه دي، لان مجهود اللعيبه الحلوه دي ما ينفعش يضيع يعني في كوره وفي كورتين ما لهمش اي 30 لازمه، او في شوط ما لهوش اي 30 عازه. وانت اصلا تطلع بالكوره حلو. يعني انت بعدي وعندك عنيواني وعندك اناحي بيطلعوا بالكوره حلو، لعيبه كوره، وابراهيم دياز وبلال. يعني انا الصراحه بلال عوض عبد الصمد الزلزولي، عوضه بجد يعني. فاتمنى تدرج الاخطاء دي بالذات في الشوط الثاني، لان كان ممكن الماتش يروح في حته تانية. مبروك لكل عشاق المغرب، مبروك لكل العرب. فوز الاولاني في تاريخ كاس العالم، في مش كاس العالم ايه، في تاريخ تاريخ ايه، في اول في البطوله دي. الحمد لله يعني المغرب على اكسبكتيشن عاليه قوي الصراحه. فانا شايف ان المغرب من قبل البطوله هم هيوصلوا لبعيد لكاس العالم. انا عارف ان هو عليهم ضغوطات عاليه جدا، ولكن الفوز ده يأهلهم ان شاء الله لدور ال 32. اتمنى ان كل العرب يعني ان شاء الله بما فيهم الدنيا مصر يعني ان شاء الله نكسب نيوزيلندا، مع اني قلقان يعني، بس ان شاء الله يعني يبقى الفوز الثاني والفوز الخامس والسادس للمنتخبات العربيه. انا عارف ان قطر يعني خسرت خلاص وحظوظها مش يعني كويسه، شالوا 6، شالوا فوره ملهاش لازمه، بس تعادلوا مع سويسرا في حاجه يعني تخنق. فاوكي يعني لسه بقى في مصر والعراق والجزائر والاردن وتونس طبعا للاسف بره الحسبان دي يعني. بس ممكن تونس تعمل حاجه، لان تونس 2020 يعني كسبوا فرنسا. فاتمنى فوز كمان للعرب، يعني كذا فوز يعني ان شاء الله. وانا حاسس ان العرب ممكن يوصلوا لبعيد باذن الله يعني. فمبروك للمره المليون للمنتخب المغرب. السلبيات لازم تتعالج، مش هينفع تلعبوا بنفس النمط ده في الشوط الثاني. الاقي الشوط الاولاني بدني وفني وهوبا وسكسي فوتبول، الاقي الشوط الثاني اجلي فوتبول بطريقه وحشه جدا وعدم استغلال الفرص. اعتقد ان محمد الوهبي عنده خبره في القصه دي، واتمنى ان تدارك الاخطاء دي بالنسبه لمنتخب المغرب، عشان ما تجيش تلوم المدرب او ما تجيش يعني ايه، يعني يحصل حاجه وتفشخوا اللعيبه دي والمدرب. سوري يعني تفشخوا قصدي اللعيبه، من المدرب هو هيبقى السبب ساعتها يعني. بس كده مع حسام نجم فورة من كام. اتمنى يعني العرب للمره المليون ان هم يعملوا حاجه في كاس العالم باذن الله. بس كده وصلت اخر حاجه، اتمنى لايك شير سبسكرايب وزر الجرس. السلام عليكم.